في بيوت بتخزن وجع، بتحتفظ بكل صرخة، بكل دمعة، بكل رعب حصل جواها. والنهاردة أنا جاي أحكي لكم عن بيت، أو بمعنى أصح مقبرة ساكنة في قلب الزمالك. فيلا اتبنت من أكتر من 100 سنة، مفيش عيلة قدرت تعيش فيها أكتر من كام يوم. صراخ وكوابيس وجثث خرجت منها بعربيات الإسعاف، ومفيش تفسير لحد النهاردة. خليك معايا علشان اللي هتسمعه مش حكاية، دي شهادة رعب من أرض الواقع. سنة 1996 عيلة من 6 أفراد جاية من الصعيد، جالها فرصة العمر. فيلا في الزمالك واسعة ورخيصة جدا، وكل ده من غير سبب واضح. الأب وافق فورا ونقل عيلته كلها هناك. أول يوم عدى عادي. تاني يوم البنت الصغيرة عندها 8 سنين دخلت على أمها وبتقول لها: ماما، الراجل اللي عند السقف بيضحك لي. لما الأم دخلت أوضتها لقيت السقف مفهوش حاجة، بس النور كان بيطفي وينور لوحده. في الليلة التانية الأب بيصحى الساعة 2:30 الفجر، سمع صوت باب بيفتح في الدور اللي تحت، وبعدين صوت زي طفل بيعيط. نزل يطمن لقى الباب مفتوح فعلا، بس مفيش ولا كائن بشري موجود. الباب اتقفل فجأة، والكلب اللي معاهم مات في نفس اللحظة. الليلة اللي بعديها الأم صحيت مفزوعة بتصرخ. كانت بتحلم إن في ست شعرها نازل على وشها واقفة فوق راسها، ولما فتحت عينيها لقيتها فعلا واقفة فوق راسها. الأب شغل قرآن، لكن كل الآيات كانت بتتشوش لوحدها. الأوضة بقت بتتهز، والبنت الصغيرة اتكلمت بصوت راجل وقالت: اطلعوا من هنا، المكان ده لينا مش ليكم. الساعة 3:11 الفجر خرجوا يجروا من البيت، سايبين هدومهم وكل حاجة، وحالفين إن هما مش هيرجعوا الفيلا دي تاني. الراجل اللي ساكن قصاد الفيلا اسمه عم عبد اللطيف. قالوا إنه من 20 سنة كان بيسهر كل ليلة وبيسمع صوت موسيقى بيانو جاية من الفيلا، مع إن الفيلا دي أصلا فاضية ومفيش حد ساكن فيها. في مرة شاف بنت صغيرة بتبص له من الشباك، بس كانت بتمشي بالعكس، رجليها فوق وراسها تحت. ومن بعدها حصل له جلطة في عينه الشمال، والدكتور قال له: العين بتاعتك اتحرقت، كأنها شايفة نار شديدة جدا فوق طاقة البشر. صحفي اسمه شريف عبد المجيد دخل الفيلا سنة 2004 وقال: أنا داخل أصور تقرير عن الخرافات، وخرج مؤمن بالرعب. صور بالكاميرا الديجيتال، بس المفاجأة كل الصور كانت سودة ما عدا صورة واحدة فيها وش ست مشوهة واقفة ورا الباب. شريف من بعدها اتغير تماما، حصل له اكتئاب حاد، سكت عن الكلام وانتحر بعدها ب3 شهور. في آخر وقته كتب ورقة وقال: أنا مش لوحدي، أنا متراقب حتى في النوم بتاعي. شيخ اسمه خالد مشهور بالرقية الشرعية دخل الفيلا ومعاه المساعدين بتوعه، قرا الفاتحة وفجأة صرخ بصوت مش صوت: رجعوني رجعوني قبل ما اكلكم. جسمه اترمى 3 متر لورا ووشه اتقلب ناحية الكتف، وبعد ما خرج قعد 3 شهور ما بينطقش، وكل ما يسمع قرآن يعيط زي الطفل ويقول: هما مش جن، دول أقدم من كده بكتير، دول لعنات جاية من جوه الأرض. الفيلا دي مش مجرد بيت عادي، ده كان مركز سري في زمن الاحتلال الإنجليزي على مصر. المكان كان بيتجمع فيه عملاء وسحرة بيعملوا طقوس غريبة جدا. وفي سنة 1932 حصلت جريمة بشعة، اتقتل راجل مهم في ظروف غامضة، وجثته ما بقتش موجودة أبدا. الناس في المنطقة بتقول إن روحه عمرها ما ارتاحت وتتجول في الفيلا دي لحد النهاردة. في 2010 شاب اسمه كريم دخل الفيلا مع أصحابه وقرروا ينزلوا للبير القديم تحت الأرض. لقيوا غرفة مغلقة بصمغ غريب مليانة رموز غريبة ورسومات بالدم. جربوا يفتحوا الباب لكن حسوا بحاجة زحمة حواليهم. فجأة الباب طق بصوت عالي وكلهم خرجوا هاربين. كريم بعد الحادثة دي اختفى من الوجود ومحدش شافه تاني. في ناس بتقول إن الفيلا دي مش بس مسكونة، دي بوابة لعالم تاني، عالم فيه أرواح شريرة وأشباح ما تقدرش تتحكم فيها عقولنا. في حد تاني بيقول ان الطقوس السحرية اللي اتعملت هناك بتخلي المكان ملعون للأبد، واللي يحاول يطلع الأسرار دي يلاقي نفسه بيتعلق بين عوالم مختلفة بدون رجعة. في 2015 محقق خاص اسمه سامي قرر يكتشف الحقيقة، أخد كاميرات مراقبة وصحفيين معاه. لما دخلوا الفيلا بدأوا يسمعوا أصوات بكاء وصراخ أطفال مش مفهوم. فجأة الكاميرا بدأت تتوقف عن العمل والضوء اتقطع. سامي حس بحاجة بتمسك رجله، وبعدها شاف ظل كبير بيقرب منه بسرعة. الجماعة كلها هربت، لكن سامي اتقطع من المجموعة. لما رجعوا له تاني كانوا لاقيينه في حالة شبه غيبوبة. بيقول الفيلا مش بس بيت، دي باب لعالم مش لازم حد يفتحه. دي كانت قصة الفيلا المسكونة في الزمان اللي مش لاقي تفسير ولا جواب. بس كل اللي عايز اقوله، لما تسمع صوت بيقول لك ابعد ابعد،
خلي بالك مش كل البيوت عايزة تكون بيئة. قولولي رأيكم في التعليقات، ايه أكتر حاجة خوفتكم في الحلقة دي؟ وتحبوا الحلقة الجاية تكون عن ايه؟ جريمة ولا ظاهرة أو قصة رعب حقيقية؟ أنا محمد أنور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الحلقات الجديدة. استنوني يوم الخميس الجاي الساعة 9 في حلقة جديدة من أبعاد تانية.